حناخد نتائج وملاحظات. شو استنتجنا من تعريف التابع اللوغاريتمي من العدد النيبري للتابع اللوغاريتمي؟ أول شيء لاحظنا أنه لوغاريتم الواحد هو 0. أستاذ من وين جبناها هاي؟ من القاعدة الثانية بتعريف التابع اللوغاريتمي، ينعدم عند الواحد. مين ينعدم؟ التابع اللوغاريتمي. لوغاريتم الواحد شو بيساوي؟ 0. في وحدة أخذناها هلأ بس ما انتبهتوا عليها، هذكركم فيها، لوغاريتم الإي. أخذنا قبل شوي خاصة لوغاريتم الإي أس إكس، بيروح اللوغاريتم مع الإي شو بيصفى إكس. طيب هون شو أس الإي؟ 1، معناتها لوغاريتم الإي شو جوابه؟ 1. شو لوغاريتم الإي؟ 1. هلا بعد شوي حناخذ وحده ثانيه، لوغاريتم الواحد على اي. استاذ انا شلون بدي اعرف لوغاريتم الواحد على اي؟ لسه ما اخذناه. لوغاريتم الواحد على اي اذا طبقنا الخواص انه نرفع الاي لفوق فبنغير اشاره الاس. شو اسها هون؟ 1. اذا رفعناها لفوق شو بتصير؟ ناقص 1. هلا القاعده بتروح اللوغاريتم مع الاي شو بصفى الجواب؟ ناقص 1. صار عندي 3 قواعد هامين، لوغاريتم الاي 1 ولوغاريتم الواحد 0 ولوغاريتم الواحد على اي شو تساوي؟ ناقص 1. لوغاريتم الواحد على اي شو تساوي؟ ناقص 1. في عندي قاعدة طلاب بتخربط فيها وبتكتب لوغاريتم الصفر ناقص لا نهاية. إذا حكاها الأستاذ بيكون حاكيها تجاوزا، يعني هو مو قاصد إنه لوغاريتم الصفر، هو قاصد نهاية لوغاريتم الإكس لما إكس تسعى للصفر يقترب من الصفر. شو الجواب؟ ناقص لا نهاية. بس الأستاذ بيكررها كتير لأنه حيستعملها بدراسة تغيرات التوابع اللوغاريتمية. لوغاريتم الصفر جوابه ناقص لا نهاية، فأنت إذا شفت أستاذ عم يقول لوغاريتم الصفر قصده فيها نهاية لوغاريتم الإكس لما إكس تسعى للصفر. أستاذ ليش ما فينا نقول لوغاريتم الصفر؟ ملاحظة كتير قوية. ليش؟ شو مجموعة تعريف التابع اللوغاريتمي؟ من الصفر للزائد لنهاية. هل الصفر ينتمي لمجموعة التعريف؟ كلا. ليش؟ لأنه المجال مفتوح عند الصفر، فأنا ما فيني آخذ قيمة الصفر، فيني آخذ نهاية. ما فيني أكتب لوغاريتم الصفر هيك، هذا خطأ. حتى على ورقة الفحص ما بكتب لوغاريتم الصفر، بكتب نهاية لوغاريتم الإكس لما إكس تسعى للصفر. الجواب ناقص لا نهاية. فشو بكتبها؟ نهاية لوغاريتم الإكس لما إكس تقترب من الصفر الجواب يقترب من الناقص لا نهاية. لاحظ إنه جواب اللوغاريتم طلع سالب، لاحظ إنه جواب اللوغاريتم طلع صفر، لاحظ إنه جواب اللوغاريتم طلع موجب. فحكينا أول الدرس إنه اللوغاريتم بجوز يكون جوابه صفر وبجوز يكون جوابه موجب وبجوز يكون جوابه سالب. فاللوغاريتم بيحتمل جميع الأجوبة، بس جوات اللوغاريتم إجباري أنا ما بقدر أحط إلا شو؟ موجب. خلصنا من هالناحية. صار عندي قواعد 4 اللي هي هندرجها تدريج لهالقواعد 4. لوغاريتم الإي 1، لوغاريتم الواحد 0، لوغاريتم الواحد على إي ناقص 1، لوغاريتم الصفر ناقص لا نهاية. شو بنكتب هون؟ تجاوزا. شو قصدنا فيها هاي؟ لوغاريتم الصفر قصدنا فيها نهاية لوغاريتم الإكس لما إكس تقترب من الصفر. شو الجواب؟ ناقص لا نهاية. نحن ما بصير نكتب على ورقة الفحص هاي، نكتب نهاية. حفظنا هدول القواعد 4. أخذنا إنه التابع اللوغاريتمي معرف اشتقاقي من الصفر للزائد لا نهاية، ينعدم عند الواحد ليك مرقت معنا هلا مرة ثانية. آخر وحدة بتعريف التابع اللوغاريتمي أخذناها إنه مشتقه 1 على إكس. يا سلام، لوغاريتم الإكس على القوس فتحة يساوي 1 على إكس. ترجم أستاذ. الواحد موجب والإكس تنتمي من الصفر للزائد لا نهاية بمجموعة التعريف. أولا أخذناها معناتها صارت الإكس موجبة، موجب تقسيم موجب صار الجواب موجب، معناتها هذا أكبر من الصفر، فلوغاريتم الإكس متزايد تماما على المجال من الصفر للزائد لا نهاية. شو بصار التابع اللوغاريتمي؟ متزايد تماما على المجال من الصفر للزائد لا نهاية، لأنه مشتقه شو بقى؟ موجب، مشتقه موجب. خلصت هاي المعلومة. هلا بدنا ناخذ ملاحظة هامة جدا تترجم كل شيء حكيناه بالتابع اللوغاريتمي على اللوح.
حنعتبر ها اكس، وهي زائد لا نهاية وهي ناقص لا نهاية، وحناخد مقابله لوغاريتم الاكس، وهي زائد لا نهاية وهي ناقص لا نهاية. حنعتبر هون الصفر، حنسأل حالنا إذا أخذنا إكس قيمتها صفر، شو لوغاريتم الصفر؟ تجاوزا ناقص لا نهاية، فلوغاريتم الصفر تجاوزا ناقص لا نهاية. طيب شو لوغاريتم الواحد إذا أخذنا الواحد هون؟ صفر. عم نلاحظ شغلة، إنه عم ناخذ الإكساية عم ينزل جوابها، عم يصغر جوابها لما باخذ لوغاريتمها. يعني أخذت الصفر، لما أخذت لوغاريتم الصفر طلع الجواب ناقص لا نهاية. إذا الصفر جوابه ناقص لا نهاية، نزل كتير. الواحد شو جوابه؟ صفر. طب أنا فيني حاول آخذ تحت الصفر هون وشوف شو لوغاريتمه؟ لا. ليش؟ لأنه أنت قلت لي أستاذي بأول تعريف التابع اللوغاريتمي معرف واشتقاقي من الصفر للزائد لا نهاية، فأنا كل شيء تحت الصفر ما بقدر باخده. فهون حأكتب ملاحظة: كل الأعداد السالبة ليس لها لوغاريتم. كل الأعداد السالبة ما لها لوغاريتم، فأنا عم بنطلق من الصفر، فهذا كله حامشه ما بدي اياه. طلقنا من الصفر، هي الصفر جوابها ناقص لا نهاية، الواحد جوابه صفر. هدول الأعداد وين محصورين؟ بين الصفر والواحد. شو جوابهم؟ بين الناقص لا نهاية والصفر. شو يعني جوابهم بين الناقص لا نهاية والصفر؟ يعني سالب. هي الكلمة هون شو بتنكتب؟ سالب. شوف شو حأكتب: إذا كانت الإكس محصورة بين الصفر والواحد يكافئ لوغاريتما للإكس سالبة. شو يعني سالبة؟ يعني أصغر من الصفر. مثال بسيط: أي عدد بين الصفر والواحد، نص، ربع، 0.7 بين الصفر والواحد، إذا أخذنا لوغاريتمه شو حيطلع لوغاريتمه؟ سالب. أنا يا جماعة مو ضروري أعرف شو جواب لوغاريتم 0.7، لأنه أنا هدول بدون آلة حاسبة، أنا مالي يعني مو بصدد إنه أنا أحسب لوغاريتمات الأعداد، بس أنا بقدر ميز إذا هذا الجواب سالب لما موجب. أي عدد بين الصفر والواحد شو حيكون لوغاريتمه؟ سالب. شو حيكون لوغاريتمه؟ سالب. كل الأعداد المحصورة بين الصفر والواحد شو لوغاريتمها؟ سالب. شوفوا هالملاحظة الثانية، الإكس هون شو تساوي؟ واحد. شو طلع جواب اللوغاريتم؟ صفر. متى اللوغاريتم يساوي الصفر؟ عندما مضمونه شو بيساوي؟ الواحد. هي الملاحظة جدا 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 هامة. اللوغاريتم يساوي الصفر عندما يكون مضمونه شو بيساوي؟ الواحد. فيني حل معادلة صرت أنا. لوغاريتم 2x ناقص 1 على x يساوي الصفر. فيني ترجم هاي المعادلة دغري بالحل. مثال بسيط: متى اللوغاريتم يساوي الصفر؟ عندما يكون مضمونه شو بيساوي؟ الواحد. جداء الطرفين بيساوي جداء الوسطين، المجاهيل لطرف والمعاليم لطرف، تطلع x شو بتساوي؟ الواحد. شايفين هاي الاكس هي اللي حتجعل مضمون اللوغاريتم يساوي الواحد. تعالوا نجرب. x تساوي 1، 2 بواحد 2، ناقص 1 1، 1 على 1 1، لوغاريتم الواحد يساوي الصفر. فهي القيمة اللي جعلت ما داخل اللوغاريتم شو بيساوي؟ الصفر. متى اللوغاريتم يساوي الصفر؟ إذا كان مضمونه يساوي الواحد. متى اللوغاريتم يساوي سالب؟ متى اللوغاريتم أصغر من الصفر؟ إذا كان مضمونه بين الصفر والواحد. إذا طلعنا فوق الواحد عم بكبر أنا إنه رايح للزائد لا نهاية، حيطلع جواب اللوغاريتم فوق الصفر. يا سلام. متى اللوغاريتم موجب؟ إذا كان مضمونه أكبر من الواحد. هي الواحد عم بكبر فوق الواحد، شو حيطلع الجواب؟ فوق الصفر. مثلا لو أخذنا هي القيمة هون، شو حيطلع جوابها هون؟ معناتها هي إجباري أكبر من الصفر، إجباري حصرا أكبر من الصفر. متى اللوغاريتم موجب؟ إذا كان مضمون اللوغاريتم أكبر من الواحد. بيرجع بنط طالب بيسألني: أستاذ اللوغاريتم دائما موجب.
يا جماعة اللوغاريتم مو دائما موجب، مضمونه موجب، أما اللوغاريتم بجوز يكون سالب، بجوز يكون صفر، وبجوز يكون موجب. ليكو مثال، لوغاريتم الصفر شو جوابه؟ ناقص لا نهاية. لوغاريتم الواحد شو جوابه؟ صفر. متى اللوغاريتم يساوي الصفر؟ إذا كان مضمونه يساوي الواحد. متى اللوغاريتم سالب؟ إذا كان مضمونه بين الصفر والواحد. متى اللوغاريتم موجب؟ إذا كان مضمونه أكبر من الواحد. إذا كان مضمونه شو؟ أكبر من الواحد. ملاحظة إي قديش قيمتها التقريبية أول ما بلشنا؟ إي اسمه عدد نيبري، عم تتذكروا شو الإي؟ عدد نيبري. قيمته التقريبية 2.7. لوغاريتم الإي حكيناها قبل شوي 1. قديش لوغاريتم الإي؟ 1. أعطيني عدد محصور بين الواحد و2.7. بدي عدد طبيعي صحيح محصور بين الواحد و2.7. حناخد العدد 2. 1 بيجي بعده 2، 2.7. لوغاريتم 2 بدنا نحفظها تقريبا 0.7. لوغاريتم 2 تقريبا 0.7. بشو بتفيدنا لوغاريتم 2؟ احيانا بتفيدنا لوغاريتم 2 بالرسم. هي لازم احفظها قاعده، لوغاريتم 2 تقريبا 0.7، وبنرجع بنقول انه هي تلفظ ولا تكتب. يعني انا ما بكتب لوغاريتم 2 0.7 مثل الاي عدد نيبري قيمته التقريبيه 2.7. خلصنا منها. لوغاريتم الزائد لا نهايه، زائد لا نهايه. عندما اكس تسعى على الزائد لا نهايه حيكون لوغاريتم الزائد لا نهايه زائد لا نهايه. نرجع بنعيد قواعدنا. لوغاريتم الصفر ناقص لا نهايه، لوغاريتم الواحد صفر، لوغاريتم الاي 1. واخذنا قبل شوي كمان قاعده، لوغاريتم الواحد على اي جوابها؟ ناقص 1. متى اللوغاريتم سالب؟ اذا كان مضمونه بين الصفر والواحد. متى اللوغاريتم صفر؟ اذا كان مضمونه 1. متى اللوغاريتم موجب؟ اذا كان مضمونه اكبر من الواحد. الاي قيمتها التقريبيه 2.7، لوغاريتمها 1. لوغاريتم الاي على السريع، لوغاريتم الاي 1، لوغاريتم الواحد صفر، لوغاريتم الواحد على اي ناقص 1، لوغاريتم الصفر تجاوزا ناقص لا نهايه. شو هي يا جماعه؟ تجاوزا ناقص لا نهايه. واخذنا لوغاريتم 2 تقريبا 0.7. قديش لوغاريتم 2؟ 0.7. متى اللوغاريتم سالب؟ إذا كان مضمونه محصور بين الصفر والواحد. متى اللوغاريتم موجب؟ إذا كان مضمونه أكبر من الواحد. متى اللوغاريتم صفر؟ إذا كان مضمونه 1.